السلام عليكم ورحمة الله. حبا لك عزيزي المشاهد وافتخارا لك بهذا النجم، ضع لايك للفيديو. انتهت المباراة التي جمعت بين الأهلي والخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي. المباراة شهدت ندة كبيرة وتنافسية عالية من كلا الطرفين، وكذلك سيطرة الأهلي على أطوار المباراة. النجم رياض محرز دخل أساسيا وأمتع جماهيره بتحركاته الساحرة. هذا النجم صنع الهدف الأول وتمكن اليوم أيضا من تسجيل الهدف الأول له في دوري روشن والثاني للأهلي في المباراة. وفي لقطة لم يتحدث عنها أحد لحظة دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان، قام النجم رياض محرز بأخذ قنينة ماء زمزم. غسل رياض وجهه بماء زمزم وشرب منه القليل، ثم قرأ الفاتحة ودخل في المباراة. وكان هذا أجمل ما قام به رياض محرز قبل المباراة طيلة حياته. حبا لك عزيزي المشاهد وافتخارا لك بهذا النجم، ضع لايك للفيديو.